هلو everybody، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد من سلسله حلقات English from Scratch. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده وهي ability. يعني ايه ability؟ يعني التعبير عن القدره. ازاي بعبر عن القدره؟ اكتر شكل ان انا اعبر بيه عن القدره شائع ان انا استخدمه هو كان ده نوع، عشان تبقى عارف يعني انا بنتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا عايز اديك فكره عنه. هو نوع اسمه model verb. يعني ايه؟ فعل ناقص. والافعال الناقصه دي عندنا في الانجليش لذيذه جدا، دايما بيجي وراها الانفينيتيف، المصدر. طيب، وطبعا لما اجي ابتدي اي جمله فهبتدي بالسبجكت. يبقى انا الفورم بتاعي بجيب subject كان infinitive، ساعتها بقدر ان انا اعبر عن القدره. طب هي كان معناها ايه يا مستر؟ كان معناها يستطيع، ان انت تستطيع ان انت تفعل حاجه. طيب for example اقول لك I can swim، انا بعرف اسبح. or she can ride a bike، هي بتعرف تركب عجله. or they can run fast، بيعرفوا يجروا بسرعة. or he can read Spanish، هو بيعرف يقرأ اسباني. لو جيت بصيت كده ان انا استخدمت subject الفاعل مهما كان ايه هو، I we you they she he it. ممكن اقول لك الاولاد the children the boys، ممكن اقول لك حاجه جمع حاجه مفرد الولد the boy the child. وبعدين استخدمت كان ثابته، وبعدين هتلاقي دايما وراها كان infinitive مصدر. infinitive فعل في المصدر من غير اي اضافه. طيب وانا مستر دلوقتي لو حبيت ان انا عايز انفي الجمل دي، عايز اقول انا مش بعرف، انا لا استطيع، هنفي ازاي؟ مثلا انا لا استطيع ان اسوق عربيه، مثلا I هتخلي كان دي هتحط لها not بس، اللي هم بيدلعوها وبيقولوا لها يا can't، يا اما cannot يا اما can't. فانا عايز اقول ما بعرفش اسوق I can't drive a car، مش بعرف اسوق عربيه. طب والله هي مش بتعرف تعمل اكل، she can't cook، هي لا تعرف ان تطهو لا تعرف ان تطبخ. طب هما مش بيعرفوا بيعوموا، they can't swim. طب هو مش بيعرف يتكلم انجليزي، اكيد مش عامل لنا سبسكرايب. he can't speak English. لو جيت بصيت كده هتلاقي ان انا استخدمت السبجكت عادي الفاعل عادي، وبعدين كان not اللي هي can't وبعدين infinitive عادي infinitive. يبقى انا لو حبيت انفي بجيب can not اللي هي can not or can't، بس بضيف not على can بس، يبقى انا كده عملت نفي. طب لو حبيت اقول هل تستطيع، ازاي اقول هل تستطيع دي يا مستر؟ بجيب الفعل في الاول، يعني كان دي هبتدي بيها، وبعدين السبجكت اللي هو الفاعل بتاعنا، وبعدين اخر حاجه الانفينيتيف فعل في المصدر من غير اي اضافات. يبقى كان وسبجكت والانفينيتيف. فاقول لك for example زي مثلا بنقوله كتير can you help me، can you help me، ممكن تساعدني. بص كده، او اقول لك can you lend me your book، ممكن تديني كتابك. lend يعني يسلف. او can you، خليها نغير بقى حاجة غير you، can they speak English. طيب تعالى كده نبص على حاجتين. اول حاجه انا عايز اشوف هل التكوين اللي انا كتبته في الاول ده مشيت عليه ولا لا. انت قلت لي ببتدي بكان اهو، وبعدين بجيب السبجكت اي سبجكت I we you they she he it اي سبجكت، وبعدين infinitive مصدر.
بس تعال نشوف بقى المعنى. can you help me ممكن تساعدني. can you help me وهنا انا بطلب منك هل انت قادر ان انت تساعدني. وخد بالك من افضل الطرق ان انت لو عايز ان انت تتعلم انجلش تتكلم بقى ان انت تحفظ جمل ما تحفظش كلمات بس، تبقى حافظ الجمله. زي السؤال ده دارج جدا شائع جدا فتحفظه. can you help me ممكن تساعدني. طيب can you lend me your book ممكن تسلفني الكتاب بتاعك. هل انت قادر ان انت تعمل كده؟ بطلب منك حاجه بشوف انت قادر ان انت تعمل كده ولا لا. can they speak English هل هم قادرين على تحدث الاسبانيش على انجلش ولا ايه الانجليزي. طبعا لو حبيت ترد على الاسئله دي فمثلا هنا can you help me yes ونحول اليو لاي عشان المعنى yes I can. ولو لا يبقى no I can't. طيب can you lend me your book ممكن تسلفني كتابك. لو ايوه يبقى yes وهنحول اليو I can. ولو لا يبقى no I can't. طيب can they speak English هل هم بيعرفوا يتكلموا انجلش. لو ايوه yes they can. ولو لا يبقى no they can't. وبس كده يا سيدي. يبقى انا كده عرفت ازاي استخدم can في الجمله. بجيب subject can او can't وبعدين infinitive. طبعا امتى استخدم can't ده في حاله النفي ان انا عايز اقول لا يستطيع. طب لو عايز احطها في question can subject infinitive. تمام. ممكن طبعا نحط سؤال بأداة استفهام لو عايز تزود بس اي أداة استفهام هنا. اي أداة استفهام زودها في الاول فبعدين اديك example اقول لك مثلا where can we meet أين نستطيع أن نتقابل. أو when can you come متى تستطيع أن تأتي. لو جيت بصيت كده على التو examples دول استخدمت أداة الاستفهام وبعدين can وبعدين السبجكت والانفينيتيف مصدر التكوين اللي احنا لسه قايلينه من شويه. طيب تعال نرد على الاسئله دي. متى نستطيع ان نتقابل؟ فاقول لك والله نحن نستطيع ان نتقابل الساعه 5. we can meet at 5. لو جيت بصيت كده استخدمت التكوين الجمله اللي هو فاعل can والمصدر لان انا برد على السؤال بجمله فاعل can مصدر. طيب when can you come متى تستطيع ان تاتي. اقول لك اليو هنحولها لاي. أنا أقدر أجي الساعة 5. I can come at 5. لو جيت بصيت برضو استخدمت الفاعل can والمصدر. تمام كده؟ طيب تعالى بقى نروح نحل شوية على الحاجات دي. Her dad only speaks English. باباها بيتكلم انجلش بس. He بيقول لك only بيتكلم انجلش بس فمعنى كده ان هو بيتكلم فرنساوي ولا لا؟ لا والله يبقى لا يستطيع يبقى can't. I swim 100 meters. أنا أعوم 100 متر. يبقى أنا أستطيع I can. لو حد قال لي can't ما بيعرفش يعوم مفيش مشكلة. space you make a fire تقدر تعمل fire حريقة مثلا أو تولع في حاجة يبقى can. بسألك هل تستطيع أن تعمل كذا. he cook no. أنا بسألك هل هو بيعرف يطبخ يبقى can عشان كنا بنجيب can وبعدين السبجكت وبعدين infinitive. طب قال لي no أهي كني بقول لك no أهو واللي هي هتنزل زي ما هي زي هو ماما حطيتها اهو وكان دي هتبقى كانت. في حالة النفي بنحط في الفعل اللي وراه ده بعد الفعل بنحط not. no he can't. what sports can you play دي أداة استفهام. what sports دي على بعضها أداة استفهام. بعد أداة الاستفهام كنا بنجيب can subject infinitive. write questions and short answers. بيقول لي هعمل سؤال واكتب إجابة قصيرة. طيب a polar bear swim اللي هو الدب القطبي. هل بولر عايز اقول هل الدب القطبي ده بيعرف يعوم. فالدب القطبي ده هستخدم كان في الاول في السؤال بمعنى هل عشان ده سؤال بمعنى هل وقال لي اكتب يس. كان فين الفعل اللي هو a polar bear. a polar bear swim. طب هو قال لي يس. طب بولر بير ده هنعوض عنه بايه؟ لازما في الاجابه القصيره دي استخدم هنا ضمير فاعل. ما ينفعش تنزل الفاعل. ما ينفعش تكتب لي a polar bear. لازم تستخدم ضمير الفاعل. polar bear ده مفرد وغير عاقل يبقى يس it can. اوكي عشان البولار بير ده غير
عاقل ومفرد. طيب a cobra talk، كوبرا اللي هي الأفعى. طيب فهيقول لك can a cobra talk، فلو أيوة هو كاتب لي أيوة يس، والكوبرا دي هنعوض عنها بقت كان، ولو لأ يبقى خلاص نو اهو it can't، بس هو مش كاتب لي نو بس أنا كتبتها يعني اجتهاد. في حالة النفي أحط not. ده كان فيديو النهاردة من سلسلة English from Scratch. متنساش إن أنت تعمل لنا سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. ذاكر الحاجات دي، اكتبها في النوت بوك بتاعتك زي ما بقول لك كل مره. make your own grammar، اعمل الجرامر الخاص بيك انت. تمام. that's it for today. see you next video ان شاء الله. باي باي.